مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم ما قاله مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي على غياب أشرف حكيمي في مباراته أمام توتنهام. لنتابع تفاصيل واضغط على لايك للفيديو. في تصريح مفاجئ إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حققنا فوزا مهما، لكن دعونا نكون صريحين، باريس سان جيرمان يعاني بدون حكيمي. هو ليس مجرد لاعب بل توازن كامل على الجهة اليمنى. غيابه ترك فراغا كبيرا خاصة في الجانب الدفاعي والارتداد الهجومي. وأضاف إنريكي أن حكيمي يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب، وغيابه يحس به الفريق تكتيكيا وليس فقط فنيا. الجدير بالذكر أن حكيمي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.